المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في غرب كندا، ورشة عمل لتقوية دور المرأة، المكتبات الرقمية في إقليم شمال البحر الأحمر تشهد تطورا، الرئيس الفرنسي يصل نيجيريا، قرق 29 شخص على الأقل في العبارة المنكوبة في أندونيسيا، ومحاكمة رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق في كوالالمبور. أهلا بكم مشاهدينا. نظم الإريتريون المقيمون في مدينة إدمونتون غرب كندا المهرجان السنوي في الفترة من 30 من شهر يونيو المنصرم إلى الأول من شهر يوليو الجاري بروح وطنية عالية تحت شعار الرؤى بالعمل. وأفادت المعلومات الواردة بأن المهرجان الذي شارك فيه المواطنون القادمون من كالغاري وويمبينغ وريجينا وساسكاتون وفانكوفر وضواحي تلك المدن نظمت فيه أنشطة رياضية شاركت فيها فرق للأطفال وسمينار حول أوضاع البلاد الراهنة وتطوراتها ومحاضرات مهنية، وتم التباحث حول أنشطة الجالية بالإضافة إلى الفعاليات الفنية. وفي السمينار الذي عقده مسؤول شؤون القنصلية السيد أحمد أمان قدم توضيحا شاملا حول تطور برامج التنمية والتصدي الجارية بمشاركة شعبية وحكومية واسعة، وخاصة مساهمة الشباب الفعالة في إنجاح المهام، كما قدم تنويرا في المجالات الدبلوماسية والسياسية والتطورات الجارية. وتباحث المشاركون في المناسبة حول تقوية أنشطة الجالية وأهمية البرامج والوحدة الوطنية، وأيضا دور المواطنين في الحفاظ وتوريث القيم الوطنية والاجتماعية. يذكر بتنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في إيطاليا في الفترة من 30 من يونيو المنصرم حتى الأول من يوليو الجاري في مدينة ميلانو. نظم الاتحاد الوطني للمرأة ورشة عمل لتقوية قدرات المرأة في كافة المجالات وتقييم أنشطة الأشهر الست الماضية. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخاء تسفا ميكائيل في الورشة التي نظمت يومي 2 و3 من يوليو الجاري في مدينة أسمراء بحضور مسؤولات الأقسام، أوضحت أن الورشة تهدف لتقييم أوجه القصور والمميزات في الأنشطة المنفذة وتبادل التجارب للانطلاق نحو تنفيذ مهام أكثر فعالية. وقدمت في الورشة ورقتي عمل الأولى حول تقوية دور المرأة والمساواة الجنسية قدمتها رئيسة الاتحاد السيدة تخاء تسفا ميكائيل، وورقة ثانية بعنوان التنسيق في تمكين المرأة قدمها الأستاذ كفلاي عند ميكائيل. كما شهدت الورشة محاضرات مهنية في مختلف المجالات وبحثت القضايا المساعدة في تطوير المرأة، وقدمت آراء تساهم في تحقيق ذلك. أصبح 70% من المدارس في الثانوية في إقليم شمال البحر الأحمر تستفيد من المكتبات الرقمية نتيجة الجهود التي يبذلها مكتب التعليم في الإقليم بالتعاون مع مكتبة رورا الرقمية. وأوضح مسؤول المدارس الثانوية في الإقليم الأستاذ سعيد صالح أن استخدام المكتبات الرقمية في تنام مستمر بفضل انتشار المكتبات وتوفر الكهرباء بالإضافة إلى التأهيل. وأشار إلى أن مدارس أم هميمة وقامجيوة وبدة وشعب الثانوية لم تستفد حتى الآن من المكتبات الرقمية وستمنح الأولوية في العام القادم. وذكر بأن حملات التعبئة جارية لاستفادة الطلاب وقطاعات المجتمع الأخرى، وسيجري العمل لإدخال المكتبات الرقمية في المدارس المتوسطة. أكمل شباب إقليم شمال البحر الأحمر استعداداتهم للمشاركة في مهرجان الشباب الثامن الذي سينظم من 19 وحتى 15 من يوليو الجاري في ساوا. وشملت الاستعدادات عروض ثقافية وتراثية تضع في الاعتبار التعدد الموجود في الإقليم، وفعاليات فنية وعرض للملابس الشعبية، ومعرض للصور يعكس برامج التنمية والتصدي المنفذة في السنوات 27 الماضية وغيرها من البرامج. وأشار الشباب إلى أن أعمال بناء الحواجز المائية وغرس الشتول التي نفذت من قبل الشباب والطلاب في الشهرين الماضيين في مديريات قندع ومصوع ونقفة تعتبر جزءا من فعاليات المهرجان.
تنفذ أعمال بناءة في مديريتي شامبق وتسيني في إطار جهود السيطرة على الأمراض المعدية الناتجة عن التلوث. ويعمل سكان ضاحية دنبسمرة بمديرية شامبق وحلة سيدي في مديرية تسيني بوضع لوائح داخلية لإصحاح البيئة. وفي الاجتماع الذي عقد في المنطقتين لتقييم الأعمال المنفذة، أوضح مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاشبركة السيد عبد يعقوب أن تطبيق الإرشادات الصحية خفضت كثيرا من ظاهرة الأمراض المعدية. وأكد مدير مديرية شامبوقو السيد كحساي أسرات والمدير التنفيذي لإدارة مديرية السنية السيد تسفى أزكي عقبة أزكي على المشاركة الفاعلة لإدارة المديريتين في تنسيق المهام المنفذة، مشيدين بمبادرة السكان. وقال مسؤول إصحاح البيئة في وزارة الصحة الدكتور ألم زموج أن الجهود المجتمعية للسيطرة على الأمراض المعدية الناجمة عن نقص النظافة في تطور مستمر. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. في الشأن العالمي، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة أبوجا وعقد اجتماع مع نظيره النيجيري محمد بخاري. وتوجه ماكرون إلى مدينة لاغوس العاصمة الاقتصادية والثقافية لغرب أفريقيا، حيث ينوي نسج علاقات أقوى مع الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية. ومن المقرر أن يناقش ماكرون خلال لقائه نظيره النيجيري القضايا الأمنية العامة في المنطقة، فنيجيريا تعد قوة عسكرية فعالة في غرب أفريقيا، إذ يبلغ عدد جيشها 200,000 رجل، لكنها تواجه أعمال عنف وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام المتطرفة. ويواجه هذا البلد تحديات أمنية عديدة وتزايدا في أعمال العنف، خصوصا مع النزاع بين المزارعين ومربي الماشية الرحل، والذي أسفر عن سقوط نحو 1000 قتيل منذ بداية العام. قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم بعد أن قرغت عبارة قرب جزيرة سولاويسي بينما تبحث فرق الإنقاذ عن عشرات الركاب المفقودين بعد يوم من وقوع الحادث. وقالت الوكالة الإقليمية للتخفيف من الكوارث إنه تأكدت وفاة 29 شخصا في حادث الثلاثاء، ولا يزال 41 شخصا في عداد المفقودين، وجرى إنقاذ 69 راكبا آخرين. ويأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من قرق عبارة كانت مكتظة بالركاب في بحيرة توبا، والتي تعد واحدة من أعمق البحيرات البركانية في العالم، والذي حصد أرواح أكثر من 200 شخص. وتعاني أندونيسيا من حوادث متكررة لغرق السفن بسبب تجاهل قواعد السلامة وحمولة السفن الزائدة عن الحد. في سقوط مدون، وجهت محكمة ماليزية اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه. ودفع نجيب ببراءته من 3 اتهامات جنائية بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال السلطة، فيما له صلة بمعاملة مالية مثيرة للريبة تشمل شركة SRC International والتي كانت تابعة للصندوق. وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربع إلى السجن لما يصل إلى 20 عاما، وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن 5 مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي. وكانت وزارة العدل الأمريكية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 مليار دولار من الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات منذ تفجر الفضيحة. قال مسؤول إن أمطارا غزيرة لم يسبق لها مثيل منذ 38 عاما حولت الطرق في مدينة لاهور بشرق باكستان إلى أنهار، مما تسبب في تقطع السبل بسائقي السيارات ومقتل 6 أشخاص على الأقل. وقال جام سجاد حسين المتحدث باسم خدمة الإنقاذ إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة انهيار أسقف مبان، بينما قتل 2 استعقا بالكهرباء في حوادث متعلقة
بالأمطار. وقال مدير الإرصاد الجوية في باكستان محمد رياض إن لاهور سجلت أمطارا بلغ منسوبها 214 ملم خلال الساعات 24، وهي الأشد غزارة منذ 38 عاما. وفي الجارة الهند تسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل رحلات الطيران من وإلى مومباي المركز المالي بالهند، وانهار جزء من جسر للمشاة مما أدى إلى توقف حركة القطارات. وقال مسؤول بارز من إدارة الإطفاء أن 5 أشخاص أصيبوا منهم 2 في حالة خطيرة. هذا وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية مصرع 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 3 آخرين بجروح، وفقدان شخص واحد جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد قبل وصول إعصار برابيرون. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.